السلام عليكم. في الفيديو ده هنبدأ نشرح التكست انيميشن من الصفر. هنشرح اهم انتقالات للتكست انيميشن في الفيديو ده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك معانا في القناة عشان تشوف كل جديد. في البداية احنا معانا التكست ده من هنا كده. هنبدأ اللي احنا عشان نحرك التكست ده قبل ما نجيب القائمة بتاعته. انت مثلا اول حركة للتكست انت ممكن عادي تحركه سكيل او بوزيشن من قبل اصلا القائمة بتاع التحكم في التكست ده. يعني قائمة التحكم في التكست ده اني بتنزل بس السهم ده، ومن اد هنا كده نانيميت دي تبدأ ان انت تضيف دي افكتات التكست. بس انا مش عايز اعملها دلوقتي. ممكن ندبليكيت التكست اللي معانا ده عشان تضاعف التكست كنترول دي، تضاعف اي لاير يعني كنترول دي. بعد كده انا عايز اعمل هنا، عايز يعني كأن التكست التاني ده هيدخل بوزيشن من اليمين للشمال، والاولاني ده هيخرج للشمال هنا. فبتعملها ازاي؟ بتدوس على الاتنين كده وتحط كي فريم بوزيشن. تمام. وعند الثانية مثلا تثبت البوزيشن ايه بتاع التاني، لان التاني انا عاوزه طبعا ايه يجي هنا. تمام. لكن الاول ده بتجيبه كده، بتجيبه في الاول هنا. التاني ده هتخليه يمين، والاول اللي انت عاوزه يخرج اصلا هتطلعه بره المشهد كده، تحط على الاتنين ايزي ايز كده، تعمل جراف بالشكل ده. ايه اللي حصل هنا دلوقتي؟ ان في انتقال حصل هنا، انك طلعت ده. ولو عاوزه اسرع بحيث اللي هو يعني الكلمة كأنها مفاجأة مثلا او كده، يبقى بالشكل ده. وممكن تضيف على الاتنين كمان موشن بلور من هنا كده، بحيث يكون الافكت اسرع شوية، يعني يبان التكست جاي سريع شوية. بالنسبة ده لو انت عايز مثلا تدخل تكست على تكست بوزيشن مفيش مشاكل. بالنسبة لو انت بقى عايز تحرك التكست اللي قدامنا ده سكيل مثلا، بتيجي مثلا من عادي من الانكور بوينت دي. الانكور بوينت هي اللي بتتحكم في المكان اللي انت عاوز تحرك منه الكلام اللي بيبقى قدامك يعني. يعني انت مثلا حركت الانكور بوينت خليتها في النص زي ما هي، لما تيجي تضيف كي فريم كده لل20 فريم مثلا وتخلي ده صفر زي ما هو كده، فهتيجي على الكي فريمين دول وتخليهم ايزي ايز، تلاقي طبعا الحركة معانا كده. بس هل دي حركة احترافية؟ لا، حركة عادية جدا، يعني حركة بدائية زي ما بيقولوا. الحركة برضو اللي قبلها برضو يعني ما بتنفعش غير في لحظات معينة، مثلا في جملة عايزة تدخل مكان شيب أو الكلام ده. إنما لو أنت بتحرك كابشن مثلا على الفيديو أو الكلام ده، الحركة دي بدائية جدا يعني. مثلا أول خطوة عشان تحرك يعني تخليها فيها حيوية شوية مثلا، اول حاجه لما انت تيجي دلوقتي انت عايز تظهر الكلمه دي من الطرف هنا، ما تجيش مثلا من هنا وتقوم مغير الانكور بوينت. لا، انت بتيجي على الكي فريم اللي انت حركت عنده وتغير الانكور بوينت دي ايه لهنا مثلا. تمام، دي اول خطوه. لو جينا شفنا الحركه برضو مش وحشه قوي، بس برضو مش اللي انا عاوزها. بتيجي انت على الكي فريمين دول كده، تمام، وبتدوس كنترول. ليه بدوس كنترول؟ عشان دلوقتي عاوز اخلي الكي فريمين دول يرجعوا مش ايزي، فبتدوس كنترول وتدوس عليهم كده رجعوا ايه مش ايزي. بعد كده بتحدد الاتنين دول وبتدوس على باونس دي كده. برضو السكريبت ده ان شاء الله هحطه في التعليقات يعني. دلوقتي الباونس ده في بوزيشن في سكيل في روتيشن. تمام. التلاتة دول على حسب الكي فريم اللي انت حاطه. انا دلوقتي حاطط كي فريم ليه؟ للسكيل. بختار للسكيل وادوس باونس. ايه اللي حصل دلوقتي لو انا رجعت كده؟ في باونس بيحصل في التكست. دلوقتي الباونس ده انا شايفه مثلا قليل، تمام، ممكن اعلي الارتفاع بتاعه اللي بيوصل له كده شوية. لو شفت الاهتزاز زاد شوية. الاهتزاز ممكن اخلي الفريكونسي الكمية مثلا 3، فهلاقي الاهتزاز زادت اكتر. تمام. فكل ما تلعب في النسب دي لحد ما انت تشوف يعني الافكت بالنسبة لك بقى افضل. يعني التحريك ده بالنسبة لي مش وحش، يعني عادي بيستخدم عادي في فيديوهات كتير. بس في طبعا حاجات افضل نشرحها دلوقتي برضه. خلينا نرجع من السكيل هنا كده. خلينا نستخدم اتنين بقى مثلا. عايز استخدم سكيل وروتيشن مثلا. لما تجيب الاتنين مع بعض دوس اس وشيفت وار كده، انت بتفتح الاتنين مع بعض عشان تشوف الاتنين مع بعض يعني. فهنحط كي فريمين كده، وهبدأ اللي انا اجيب الانكور بوينت في النص بالظبط. وبترجع هنا كده تخلي السكيل صفر، وبتخلي الروتيشن يلف 360 درجة. تحدد على الكي فريمات كلها، ومن هنا الباونس اللي احنا قلنا عليه سكيل، والروتيشن برضو نفس الكلام. لو لاحظنا الحركة اللي هيتحركها
كده تمام. ممكن مثلا من البداية ما تخلوش يلف، وتخليه يلف أول إيه لما يخرج من هنا كده. ممكن تخلي تلعب في السرعة بتاع الحركة دايما وانت بتحرك حاجة. ما تخليش الحاجة تبقى يعني طالعة ببطء أوي كده، لأ خليها تظهر كمفاجأة يعني. السرعة بتاعتها تكون سرعة واقعية فعلا، مش بطيئة أوي كده، يعني زي كده مثلا. تمام، خلينا نشيل الكفريمات دي بقى كلها. نبدأ اللي احنا نضيف بقى فعلا من قائمة التكست الإفكتات اللي هي بتاع التكست نفسه. وعادي الإفكتات اللي أنا لسه ضايفها دي مش مشكلة إنك تحرك بيها كابشن، بس دايما الحركة من جوه التكست نفسه بتبقى يعني أفضل. فيها حركات كتير مثلا زي أول حركة معانا البوزيشن. البوزيشن هنا تمام، اللي بيختلف عن البوزيشن العادي دوت في حاجة اسمها رينج سيلكتور. دي بتتحكم ان مثلا الحرف ده تكست التي مثلا يرتفع لوحده، الاي يبقى تحت الكلام ده. فدايما ال الافكتات اللي هنا بتختلف عن الافكتات اللي هو بي لوحدها اس لوحدها الكلام ده، عشان بس ما تخلطش بين الاتنين. بالنسبة للتكست انيميتور ده اللي انا ضفته من انيميت هنا بيتسمى انيميتور اهو. تمام. بعد كده بتيجي من رينج سيلكتور وتبدأ تخلي الاوفست ده -100، وابدأ اجي عند ال20 فريم واخليه 100. ايه اللي حصل لما انا ضفت البوزيشن دلوقتي وعملت 100 -100؟ دلوقتي ما حصلش حاجة. طب ليه ما حصلش حاجة؟ لان دلوقتي لازم اخلي اللاير دي مخفية في البداية. تمام. بعد كده ابدأ اللي انا اصلا اضيف عليها الحاجات دي. تمام تمام. دلوقتي خليها مخفية ازاي؟ عن طريق انك تنزل اوباستي. طبعا مش هتيجي ناحية التكست وتدوس تي مثلا تطلع الاوباستي، لا انت هتيجي من الانيميت دي. برضه لو جيت من انيميت خليك برضه فاهم، لو جيت من انيميت هنا وضفت اوبستي ايه اللي هيحصل؟ انه هيضيف اصلا انيميتور تاني، وانت عايز تحرك على انيميتور واحد دلوقتي بس. فشيل الانيميتور التاني عادي ديليت، وابدا اللي انت من اد دي بتضيف لك فوق الانيميتور ده انا ضايف فيه ايه؟ بوزيشن بس. تمام. فابدا اضيف من اد هنا اوبستي، خلي الاوبستي 100، من 100 لصفر قصدي. بعد كده من رينج سيلكتور دي بتختار من ادفانسد رامب اب. ليه بختار رامب اب؟ بتخلي الحركه شكلها اسلس شويه، يعني سلسه عن كده. انا مختار رامب اب دلوقتي. لو سكوير بتخليها كأنها مربع بيتحرك كده. انما هنا لو لاحظت الفيد اللي بيحصل في الاوبست دي اللي هي بتطلع واحده واحده كده، عايزه تطلع مثلا لفوق بعد كده تنزل عن طريق بوزيشن اللي انا ضفته. البوزيشن ده مثلا انا خليته -100، ده بعيد مثلا خليه -50 مثلا، زي كده. دلوقتي هو بيطلع لفوق عشان انا كتبت -50، وبينزل لتحت كتبته 50 هينزل من تحت لفوق. تمام. دلوقتي مثلا انا مش عاوز التكست ده يبدأ يتكتب حرف حرف كده، يعني انا مش عاوزه يبدأ يطلع حرف حرف، وبالذات في العربي بيبقى شكله مش حلو. عن طريق بتختار من هنا من يونتس. تمام. والبيزد اون ودول بختار ايه من البيزد اون دي. هو مختار لك كاركتر. يعني ايه كاركتر؟ يعني بيحرك لك التكست اللي انت شايفه قدامك ده، بيحركه حرف حرف حرفيا. تمام. فانت هتختار من كاركتر دي ووردز. ووردز دي بيحرك لك كلمة كلمة، يعني هو تكست بعد كده انيميشن. دي هتحس بيها ان هي افضل في العربي، في التكست العربي. يعني مثلا لو انا كتبت حاجة، اي حاجة هنا كده، عمر ابراهيم مثلا، لو حولت دوت لكاركتر عشان تشوف معايا، بص بيطلعوا حرف حرف، شكلها مش حلو، يعني شكلها مش حلو خالص في العربي. فانت افضل لك تحوله ووردز في العربي تبقى شكلها افضل. ومثلا لو بيتحرك الكلام ده على كلام كتير مثلا، يعني لاينات جمل كتير تحت بعض، خليها ايه بالجملة. لاين دي بتعمل ايه؟ بتحركها بالجملة كاملة كده، بالكلمة كاملة. انا دلوقتي مثلا خلينا نشيل البوزيشن دي خليها صفر بس، وخلينا نضيف ايه؟ سكيل. من اد هنا هبدأ اضيف سكيل. السكيل بيعمل ايه؟ انا مثلا دلوقتي خليت السكيل ده 200. خليك فاكر انك طالما ضايف من ادفانسد دي الرامب اب وعامل الاوفست هنا محركه خلاص، والاوبستي صفر، خلاص انت ينفع تضيف اي حاجة تانية. اي حاجة من هنا ينفع تضيفها تانية وتبدأ تطبقها على اللاير اللي انت ضايفها يعني. فانا دلوقتي خليت السكيل 200. بص اللي هيحصل ان الكلمة بتكبر بعد كده بتصغر. بس خلينا نخليها مثلا على كلمة كلمة. فكده لو جيت مثلا خليته 50 ليكن،
بس ده طبعا ما بحبش اخليه كده، لان برضه بص الفروقات اللي عملها في الكلام برضه مش شكله احسن حاجة برضه. لو جينا من ادي هنا ضفنا بقى ايه، روتيشن مثلا، نفس الكلام اللي انت عملته هناك عادي خالص. الروتيشن مثلا لو انا لفيته زي الزاوية اللي احنا شفناها دي، بس بيعمل ايه، بيلف لي الحروف كلها الزاوية اللي لفت دي. تمام تمام. دلوقتي لو اخترت لاينز هيلف كل السطر مع بعضه في نفس الوقت. اخترت مثلا كاركتر في الحالة دي احسن واحدة مثلا انك تلفها كده كمثال. فكل ده تمام. بالنسبة للمهم تاني فيهم، فاد يعني بوزيشن مهمة جدا في التحريك، سكيل، اوباسيتي، التلاتة دول اساسيين. بالنسبة للحاجة مثلا زي التراكنج دي من أهم الواحد يعني من أهم الحاجات اللي أنا بستخدمها برضه. التراكنج بتعمل إيه؟ خلينا نيجي مثلا هنا، نخلي دي إيه، صفر. هنا أنا عايزة ترجع لموضوعها الطبيعي اللي هي كده، تمام، صفر. بعد كده في البداية خلي دي 50 مثلا. إيه اللي هيحصل؟ بص، بتدي إفكت شكله حلو أوي يعني، بالذات لما بتعمل موشن بلور كمان. هي دي مسؤولة عن كده، بتبعد الحروف عن بعضها. أو برضه نفس الكلام، الكلمة لما انت بتيجي تكتب يعني كابشن على فيديو مثلا انت بتعمله او كده، انت محتاج تحدد مثلا الكابشن سريع بطيء، محتاج مثلا هنا حركة بطيئة ولا محتاج هنا تسرع بسرعة في الكلام. لو محتاج مثلا حركة سريعة، خلينا نتكلم على الهارد كات. الهارد كات اللي هو مثلا انت كاتب كلمة هنا اهو، خلينا نكتب مثلا افطر لوحدها، ماشي. انت كاتب دي هنا اهو، دي هتظهر مثلا لحد العشرة فريم. اللي بعدها دي يا دوبك هتظهر كده، اللي بعدها يظهر نفس التأثير. يعني اللي بعدها كده خلينا نسميه أي حاجة، تمام كده. فهو بيبقى سريع يعني، الشخص بيقعد يتكلم بسرعة. ده الهارد كات اللي هو بتظهر الكلام ورا بعضه بسرعة كده. نجي الوقت بقى اللي احنا ننتقل للليفل الأعلى من كده في التكست انيميشن، ليفل شغل اللي هو الاحترافي بقى فعلا. خلينا نبدأ نحرك الكلام ده بنفس التحريكات من انيميت، وبستي صفر. بعد كده انا عايز احرك ده ايه، بوزيشن. هبدأ اخليه -50، واخلي الادفانسد من رانج سيلكتور هنا ادفانسد، خليها رامب اب، واخلي دي ووردز. تمام. انا مش عاوز احرك هنا اي حاجه في الاوفست. ليه مش عايز احرك اي حاجه في الاوفست؟ لان اضيف اكسبريشن. طب الاكسبريشن ده ليه هضيفه اصلا؟ عشان عايز الافكت بتاع التكست ده يحصل له باونس، يعني اهتزاز. يعني الكلمه دي تنزل تخبط كده في الارض كده، وترجع تاني وترد تاني لموضوعها. بتدي افكت شكله كويس جدا وعصري يعني مودرن في التحريك. طبعا انت هتلاقي كود الاكسبريشن في التعليقات تحت، او ممكن تلاقيه في الديسكريبشن برضو ان شاء الله كمان. يعني هحط اللينك في الاتنين باذن الله. تيجي من هنا من اد هنا، تبدا تضيف من سيلكتور بقى، مش من بروبرتي، من سيلكتور تبدا تضيف اكسبريشن. تمام. الاكسبريشن هتنزل من هنا، هتلاقي كده هتنزل بالسهم ده، هتلاقي حاجه اسمها اماونت. هتدوس الت على الساعة دي عشان تحط الاكسبريشن، وكنترول في. ده الاكسبريشن ان شاء الله اللي هحطه في التعليقات. إيه اللي حصل هنا؟ بص الباونس اللي بيحصل هنا ده، بس انا زي ما قلت انا اخترتها فوق ايه، فوق ووردز. بس لو جيت تحت هتلاقي في حتة هنا برضو لازم تختارها ايه، ووردز. من هنا اصلا يعني التحكم خلاص ما بقاش من هنا، التحكم بيبقى هنا. تمام. لو انت عاوز تخلي برضو الافكت ده، انا مش عايز اجيب البوزيشن من فوق لتحت، عادي جدا. هترجع لقائمة الانيميتور تاني، تيجي من ادفانسد هنا تنزل لحد البوزيشن، تخلي دي مثلا بدل 50 يطلع من تحت لفوق مثلا، عادي خالص. او تخلي دي صفر، وتخلي دي مثلا 50، اللي هو يجي من اليمين للشمال كده. برضو عادي، كل ده متاح معاك عادي، مفيش مشاكل فيه. برضو لو عاوزنا نضيف سكيل، وخليت مثلا سكيل 50، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ان السكيل عادي انضاف بس الحركه سريعه جدا فهو مش ظاهر. فايه اللي انا قصدي عليه؟ اللي انا قصدي عليه انك بس محتاج تتحكم كويس في الانيميت دي. بعد كده لو انت عاوز تضيف اكسبريشن مفيش اي مشاكل انك تضيف الاكسبريشن عليه والكلام ده وكل حاجه، لان الباونس والكلام ده. وفي طريقه تانية للباونس لو انت مش عايز تستخدم اكسبريشنات خالص. الطريقه التانية وهي هتيجي على الكلمه كده هتنسخها مرتين، وهتاخد ده ماسك من هنا كده من المربع ده، الكلمه دي هتعمل عليها ماسك كده.
والكلمة دي برضو تاخد الجزء التاني منها كده. هتبدأ تمسك الاتنين دول من بوزيشن، خلينا نضيفه هنا بوزيشن عند مثلا 15 فريم، وتبدأ تجيب دول مثلا هنا الاتنين هنا مثلا. دي طبعا طريقة أطول شوية بس برضه عادي يعني، طريقة كويسة جدا برضه. ممكن تمسك الاتنين كده، وعادي برضه ممكن تستخدم موشن 2 في الباونس هنا كده، وتبدأ تعلي النسبة دي عشان تبدأ الحركة تكون معاك يعني سلسة. برضه عامل لك افكت عادي جدا باونس عليها، مفيش مشكلة خالص. فانت لو عايز تستخدم اي طريقة من الاتنين، بس طبعا انا بفضل طريقة الاكسبريشن لانها اسهل حتى في النسخ كمان. يعني في النسخ برضه لما تيجي على الكلمة دي تمام، وعاوز مثلا تكتب كلمة بعدها، هتبدأ تنسخ دي كنترول دي وتجيبها هنا مثلا، وقطعت دي خلاص. هتبدأ تجيب من دي، من اللي احنا عايزينها قدامنا دي كده، من تكست انيميتور بس كنترول سي. خلاص انت كده نسخت كل حاجة في الاكسبريشن اللي قبله ونسختها في التاني. بص اتطبق عليه على طول. ليه؟ لانك نسخت كل اللي موجود هنا وحطيته هنا. انما انت لو جيت هنا ودوست يو، لو انت ضايف كي فريمات هنا ونسختها هنا مش هتطبق معاك، لازم تجيب النسخ من الانيميتور هنا. طب انا دلوقتي مثلا لو معايا صورة وجواها تكست، اظهر التكست ده ازاي؟ ساعات في ناس بتطلب مثلا زي وثائق وتعمل هايلايت عليها. طب دي بتتعمل ازاي؟ خلينا نشوف برضه. طبعا معانا صورة هنا، بس الصورة جودتها هنجيبها من جوجل قليلة جدا يعني. انت بتبدأ اللي انت لما الكلام بيبقى قدامك كده بشيب عادي جدا، بتبدأ اللي انت تحط الشيب على كل كلمة كده مثلا. طبعا مش لازم نظبطها دلوقتي، انا بس بقول لك الطريقة يعني اللي ازاي بتعمل عليها الهايلايت والكلام يكون ظاهر من تحت الشيب. ازاي؟ مثلا احول اللاير دي للون مثلا زي كده، وتبدأ تحط باللاير دي اوفرلي. تمام، ظهرت ولا مش ظهرت؟ ظهرت عادي. لو انت عايز تخلي اللاير دي هي دلوقتي انت بتلمع بيها الخط، بس انا مش عايز المعه كده، انا عايز اخليها ملتبلاي. ملتبلاي احسن، لان الملتبلاي بتخلي الخط كأنه سينماتيك من الاخر. نبدأ اللي احنا نعمل ازاي فتحة المربع مثلا بتتعمل على التكست. التكست ده انا عاوز اعمل ايه؟ هعمل مربع بس عليه ستروك، مربع بستروك. تمام، والمربع ده خليه باللون الابيض في الاستروك كده، يعني نخلي الاستروك كده يعني شكله احسن شوية. ازاي؟ بتجيب برضو مربع تاني وبتبدأ اللي انت تنسخ المربع ده على الاربع حواف بتاع الشكل اللي قدامك ده، وتخلي طبعا المربع بالفيل عادي بالاستروك من غير. بعد ما خلصنا عمل المربع ده، انت بتبدأ تحركه زي انا عايز اجيب المربع ده تمام، يبقى من هنا يظهر يعني يفتح من هنا كده لحد هنا. تمام، هعملها ازاي؟ عن طريق اللي انا هجيب الشيب ده كله واعمله بري كومبوز. يعني الافضل ليك انك تعمل الشيب ده كله بري كومبوز. تمام، وبتجيب الانكور بوينت دي، بتفعل الاسترايز عشان الشيب يتعمل عليه بس هنا المساحة، وبتجيب الانكور بوينت على الطرف هنا كده، تبدأ تدوس اس، وبتبدأ تخلي ده صفر عادي جدا، يزيز يبقى بالشكل ده. تمام. طب دلوقتي مثلا انا عايز لما برضو الشكل ده يفتح برضو الافكت اللي معانا ده برضو نفس الكلام يعني، يبقى برضو يفتح كده. فاعملها ازاي؟ عن طريق ان انت قدامك حلين. اول حل اللي هو ماسك، تاني حل انك تعمل عادي افكت اللي هو بتكتب الكلام من اوبستي وتبدأ تعمله بوزيشن، والكلام ده عادي مفيش اي مشكلة. بس انا شايف هنا الافضل ان الماسك انت بتنسخ ده بس، او خلينا نعملها بطريقه افضل، انت بتدوس على البري كومبوز ده من جوه وبتاخد كل ده كنترول سي، او خلينا ناخد حتى الستروك الاول حتى بس كنترول سي كنترول في. طبعا مفيش حل انك تفك البري كومبوز في اللاير، فلازم بتاخد اللاير كنترول سي كنترول في هنا عشان تدخلها تاني المشروع. المربع معانا هنا انا هخليه باللون الاحمر. طب ليه انا دلوقتي بغطي الشيب اللي معانا؟ لان انا عايز اخليه الفا مات على الشكل اللي هو الخط اللي معانا. يعني ايه الفا مات؟ يعني عايز اخليه كده، عايز اخلي الافتر افكت اللي هي مكتوبه دي جوه بس المربع ده، يعني لو خرجت منه زي ما احنا شايفين كده بص
ما تظهرش لو خرجت منه ابدا. هعمل ايه تاني؟ انا كنت ضايف بوزيشن هنا، برضه هضيف، اخلي دي تيجي مع ده كده. بص اللي حصل، ان ده لما بيفتح بياخد ده مع ماسك كده. تمام. طب انا دلوقتي مثلا عاوز ما ياخدوش ماسك كده، عاوز انزله من فوق كده، عادي خالص. هتجيب الخط من هنا بوزيشن، وتبدأ ترفع لفوق كده الخط. بص، نزل من فوق عشان ايه؟ عشان هو واخد الفا مات من الشيب، فما ينفعش يظهر براه. طب دلوقتي في برضو انواع، شكل تاني. خلينا نلغي الحركة، وخلينا نلغي برضو الستروك ده. في شكل ستروك تاني برضو مشهور، اللي هو بيبقى فيه داش، يعني عبارة عن نقط. طب ده بيتعمل ازاي؟ بتجيب الشكل ده كده، وبتخلي الستروك عليه ريكتانجولار هنا، تخلي الستروك عليه داش هنا كده، تبدأ تزود دي انت شايفه يعني مناسب ليك. يعني مثلا خلينا في حاجة زي كده. الستروك ده لو انت عاوز يفضل يتحرك، بتدوس على اوفست من هنا، الت هنا كده، تايم نجمة مثلا 200، عشان تخليه يفضل متحرك كده. خلينا نبدأ في الليفل اللي بعد ده، في التكست انيميشن. طبعا انا بشرح معظم الافكتات اللي انت فعلا هتشتغل بيها. يعني في افكتات كتير اوي في التكست انيميشن، بس معظمها ممكن ما تحتاجهاش. انا بشرح اللي انت هتحتاجه فعلا في الحركة في التكست انيميشن. فدلوقتي انا هدخل في المستوى اللي بعد دوت. المستوى ده بيعتمد عليه، بيعتمد اصلا على الاهتمام بشكل التكست ده. خليه بلون، هديله لون جريدينت رامب مثلا. جريدينت رامب انا بخلي التكست ده يحصل له جريدينت، يعني انا عايزه يبقى جريدينت. وافتكر دايما لو التكست انت حولته 3D، جريدينت رامب بيروح. تمام. فلازم قبل ما تحول دي 3D والجريدينت رامب متضاف عليها، تحول دي بريكومبوز. كده خلاص الجريدينت رامب هيطبق عليها لما تيجي تضيفه، حتى لو هي 3D. لما تيجي وانت شغال برضو على مثلا فيديو او مشروع او اي حاجة، لما تلاقي مثلا الخلفية من ورا مثلا فيها هايلايت كتير او كده، انت ممكن تعملها بحلين. اول حل انك تجيب اللومتري كولر، وتبدأ اللي انت تخفف الهايلايت بتاعها شوية. تمام. لان التكست بيفرق جدا على الحاجات دي. بيفرق انك التكست انت هو اللي عاوز يبقى ظاهر، مش الخلفية. انت بتضيف الخلفية بس عشان يعني زي مشهد جمالي من الاخر، بس التكست هو اللي بيبقى التركيز عليه. وممكن تعمل حتى على الخلفية كمان وقتها كاميرا لينس بلور، يعني بحيث ان انت تضيف عليها يعني شوية بلور او 15. طبعا ضفتها على التكست دلوقتي، خلينا نضيفها على الخلفية ونشيلها من على التكست. تمام. دلوقتي انا عايز اظبط التكست ده، اخليه شكله احسن من كده. اول حاجة ممكن اخليه كابيتال. تمام. ومن اللاين هتبدأ تسنتره. هبدأ اضيف على التكست ده لايت سويب. لايت سويب. اللايت سويب من هنا هتبدأ تجيب اللايت على الجزء ده. انا دلوقتي السويب انتنست دي بتيجي كده، تيجي قطعة كده للحرف، يعني بتيجي الإضاءة عليه كله كده. والويتس دي المساحة اللي هيجي فيها، يعني كل بص كل ما ازود الويتس كل ما بتيجي على حروف اكتر. فببدأ ازوده شوية كده. وبتيجي على الايدج سيكنس دي. الايدج سيكنس بص بتخلي التكست يبان اكنه 3D. هتبدأ تكرر اللايت سويب دي كمان، وتجيب الانكر بوينت بتاعها توصل لهنا. اخلي تحت الافكت اللي معانا ده دروب شادو. دروب شادو يا جماعة. بعد كده هتيجي من الديستانس تخليه 7 مثلا او 8، تبعد شوية. مش عايزه طبعا حد كده، انا عاوزه يكون شادو حقيقي، فهتخلي السوفت تعليها شوية. تمام. بص خلينا نشوف الشكل. تمام. لو انا دلوقتي مثلا عاوز اضيف شكل على التكست ده كمان، لو انت اهتميت بشكل الشكل، يعني خليته مثلا، خلينا نشوف شكله كده جريدينت رامب. تمام. حتى خلينا ما نغيرش اللون الفضي ده عادي، عشان تشوف برضو الشكل هيبقى عامل ازاي. وبرضو من لايت سويب تبدأ تزود دي كده، تبدأ تخلي الإيدج هنا بالشكل ده. تمام. لو انت عاوز تخلي الشكل ده برضو يعني مثلا كلمة مهمة، او
او حاجة انت محتاجها في المشروع اوي، انت ممكن تيجي على الشكل نفسه وتكرره. ليه هكرره؟ عشان عايز اعمل اللايت سويب دي كات اوت، واضيف عليها ديب جلو. اللي انا عملته هنا اني ضفت لمعة كده، لمعة تنضاف من فوق هنا كده، وممكن حتى كمان يعني ازود مساحتها شوية، وبتزود اللمعة شوية بس من غير ما تفقعها أوي، يعني ما تخليهاش فاقعة، ما تفقعش في الشاشة أو كده، لا خليها هادية عادية يعني، تكون لمعة يعني شكلها احترافية يعني. بالمناسبة برضو بالنسبة للتكست، أنا دلوقتي بكتب، بص الحجم عامل ازاي، الحجم صغير جدا، فبضطر لا كل شوية إني ارجع تاني اكبر من هنا سكيل والكلام ده. تختار دي من تحت كده قيمة الكاركتر عادي جدا، بتبدأ تختار الخط والحجم والريجولار والبولد وكل حاجة. انا دلوقتي مثلا هستخدم خط مونت، هختار الاكسترا بولد بتاعه مثلا، وهكبر الحجم ده خليه 100. ليه؟ لان لما اجي اكتب هينزل بحجم كبير على طول، مش كل شويه بنزل من هنا وادوس اس واظبط فيه ويبقى صغير اوي كده، لا انت ممكن تكبر حتى ال150 كده عادي من هنا. دلوقتي انا عايز احرك الحركه اللي معايا دي ازاي، عايز احركها سكيل ازاي، عن طريق اللي انا هضيف عادي انيميت وبستي، ومن هنا نخلي دي رامب اب، وعايز اضيف سكيل، السكيل هخليها 0. هتيجي من اد سيلكتور اكسبريشن، هتيجي من هنا هتبدأ نضيف في الاكسبريشن نفس الاكسبريشن اللي احنا ضفناه عادي من اول الفيديو. انما انت هنا تبدأ تنسخه كده. ايه اللي حصل؟ بص الحركة هنا، انا دلوقتي مش عايز الحركة دي اسرع، طب ازاي؟ عن طريق الديلي دي تبدأ تخلي النسبة دي مثلا 5 من 100، بدل مثلا ما هي كانت 1 من 10، فبقت أسرع زي ما احنا شايفين. عايز تخلي الفريكونسي أعلى مثلا، يعني الاهتزاز أعلى، تبدأ تخليها بالشكل ده مثلا، فبتبدأ تتحكم من القيم اللي احنا منزلينها دي عادي خالص. خلينا نقول بقى نصايح مهمة للتكست. أنا كده طبعا ما شرحتش كل أنواع التكست، بس قدرت أشرح يعني معظم أنواع الشغل أو الشغل اللي محتاجه يعني أو كده. طبعا في انتقالات ترانزيشن تبع التكست مثلا مع مشهد معين أو مع كلمة معينة، بس أنا قصدي شرحت حركة التكست نفسها الحمد لله. فاللي أنا قصدي عليه إن مثلا حاول في شوية نصايح في التكست، حاول تهتم مثلا بحجم الكلمة. يعني مثلا دلوقتي شخص عمال بيتكلم وقف عند كلمة معينة مثلا واهتم بيها قوي، طب دي تهتم بيها عن طريق انك تضيف لها هايلايت مثلا. يعني الهايلايت زي كده، انك بتيجي ناحية الكاركتر عادي كده، وبتبدأ ان انت تمسك مثلا الموشن دي وتحدد عليها كده بس، وبتبدأ تصغر حجمها كده. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان الكلام بدأ يصغر جامد، واللي فضل كبير بس اللي هي ديزاينر دي، لان دي اللي انا عايز عليها ايه، الهايلايت. وينفع برضو تيجي ناحية الموشن دي، تمام، وتبدأ تحول الخط اللي انت عامله بالكاركتر، تبدأ تخليه مثلا سن، خليه ريجولار. ليه؟ لان دلوقتي محدد على دي بس، اقدر اجيب برضو دي بس واضيف عليها فيل مثلا باللون ده مثلا. فطالما انت حددت خط واحد بس من الاتنين، تقدر تحدد عليه اي حاجة انت عاوزها. فده بيسهل عليك بدل ما تقعد تنسخ مثلا، دي طبعا مش هتبقى احترافية، وهتبدأ تضيف جايدات اونلاين وكل الكلام ده، فليه؟ ودايما برضو وانت شغال حاول تستخدم الجايدات، يعني وانت شغال بالتكست حاول تضيف من هنا، تمام، تبدأ تضيف دي أول حاجة. تاني حاجة تبدأ تضيف من فيو هنا كده الرولز. ليه؟ لأنك بتضيف جايدات كده مثلا، بتبدأ تحدد بيها انت عايز تضيف مثلا الخط ايه، يبقى تحت الجايد ده مثلا كده، ما يعدهوش. هو اصلا بيبقى ماجنتيك يعني مغناطيسي، اللي هو بيلزق فيه اول لما انت بتبدأ يعني تكتب اي تكست هنا، ما ينفعش ايه يعدي، هتحس اللي هو اول لما توصل هنا بيثبته لوحده كده. فده بيسهل عليك الشغل برضه. حاول برضه وانت بتكتب التكست تختار مثلا حركة معينة، يعني مثلا ما تجيش كل الفيديو يبقى مثلا حركة التكست كده مثلا، حركة التكست عمالة ايه، بتيجي سكيل كده مثلا كده، ما تبقاش حركة التكست كلها كده. الناس بتحب اكتر التنوع. زي ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي حركت دي كده، قول لي بعدها كده، قول لي بعدها كده. جيت بقى مثلا شوية تبدأ تحرك ايه،
التكست بشكل متغير عن كده، يعني مثلا هارد كات زي اللي احنا قلناها في البداية، تجيب كلمة كلمة تظهر ورا بعض بسرعة كده، تجيب أيقونة شوية من تحت وتبدأ تظهرها تحت التكست كده، بحيث يعني التكست يبقى شكلها أفضل من الشكل اللي هتظهر بيه على طول، نفس الحاجة اللي قدامك متوقعها. طبعا أنا بتكلم الستايل ده في الستايلات المودرن أو يعني الحاجة المتطورة أوي. انما مثلا الحاجة العادية لا، ساعات الناس عادي بتبدأ اللي هي عادي محتاجة مثلا تحرك التكست كده. خلينا نشيل الانيميتور منه خالص اصلا. عادي الناس محتاجة بس تتحرك كده. انا اهم حاجة بس التكست يكون ظاهر لي كده، كل كابشن كده. الناس عاوزة كده، الناس عاوزة تحرك التكست كده، اللي هو كل كلمة يقولها تظهر على الشاشة من بدون أي حركة. هو عايز الفيديو يكون خفيف ولطيف وبس. ده يعتبر نهاية التكست أنيميشن فيديو النهاردة. أنا حبيت والله أشرح النهاردة بدل تطبيق معين، مثلا حبيت أشرح أي حاجة عن التكست أنيميشن، لأن ده من أهم أصلا الحاجات. أي مشروع حرفيا بتستخدم فيه تكست أنيميشن. استفدت من الفيديو بأي حاجة أو أي معلومة صغيرة، ما تنساش تدوس لايك وتشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان فيديوهاتي توصل لك أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.